دوار سلاو بيراني بريس. سماحة السيد، إذا ننتقل إلى سؤال آخر، هل الوحي في الإسلام نفس الوحي في اليهودية أو المسيحية؟ قبل أن تكمل أنا عندي تعليق، يعني تكملة مختصرة تفضل. حتى يتوضح شنو معنى الرمزية وليش احنا أضفنا السامع إلى فهم المعنى. في الرؤية القديمة كان اللفظ يدل على معنى الخارجي، يعني معنى واحد، المتكلم واحد ويقصد غرض واحد واللفظ يدل على معنى واحد. أما الآن إذا أدخلنا المتكلم، إذا أدخلنا السامع والمتلقي، قلنا أن فهم المتلقي هو أيضا جزء من المعنى، ينفتح باب التعددية. يعني أيضا كل إنسان يفهم معنى القرآن هو فهم صحيح، لأنه فهم ينطلق من ظروفه وثقافته ولغته. فهناك فهم مثلا الإيراني فهم يختلف عن الفهم الكردي، الفهم العربي. فالثقافات لها دخل في مشاركة في صناعة المعنى. فهذا معنى أنه القرآن صامت إلى فاستنطقوه، يعني هو المتلقي يجي للقرآن يكتسب معنى مع ثقافته. فالقرآن صامت إذا كان مثلا إذا فرض أنه الله يتحدث مع الكائنات غير الإنسان، إذا ماكو إنسان ما له معنى. القرآن ليس له معنى، القرآن له معنى بوجود الإنسان. فإذا طبعا الإنسان شريك في صناعة المعنى. فهذه العلوم الجديدة ركزت الضوء على المتلقي بعد أن أصلا كان المتلقي غائب ملغى. فلهذا صارت معاني عديدة، وهذا المعنى اللي احنا نفترضه نقول به، لا نقول بمعنى واحد، المعنى ينسجم مع المتلقي فقط. يعني لا يعني هذه النسبية أنه القرآن كيف واحد كل ما يجي يفسر القرآن بكيفه، لا، يفسر على آليات وعلى معايير معقولة ومقبولة. يصير عندنا 5 أو 10 تفاسير مقبولة ومعقولة، لكنه في مقابل التفسير الخرافي، إنسان يفسر القرآن مثل التفسير الإرهابي مثلا، هذا غير مقبول. إجماع العلماء والعقلاء والإنسانيين في العالم أنه الإرهاب مرفوض، حتى لو كان آية ظاهرا تنص على الإرهاب والجهاد والقتل، لكن نقول قطعا الله لا يقصد الإرهاب، يعني الله يأمر بالعدل والإحسان. فيجب أنه نكتشف معنى آخر غير المعنى الظاهري. هذه العرفاء يأكدون عليها، لا يقولون أنه إنسان بكيف. يسموهم الباطنية، الفقهاء دائما يطعنون على العرفاء أنه هذول باطنيين، دول يتلاعبون بالقرآن. لا، مو هذا الغرض. الغرض في تطهير التفاسير من التفاسير الخرافية أو التفاسير الإرهابية، حتى نحفظ بقداسة القرآن وبمرونة القرآن يتماشى مع العصر. هذه التكملة. طيب السؤال اللي تفضلت به، الوحي يعني في الإسلام نفس الوحي في التوراة أو المسيحية؟ طبعا هذا السؤال يمكن ينقسم إلى قسمين. في رؤية عند علماء الإسلام الوحي واحد، يعني جبرائيل كما نزل على أنبياء بني إسرائيل على موسى وكذا، إلى نزل على عيسى ونزل على محمد نفس الشيء. هذه رؤية علماء الإسلام طبعا. لكن إذا أردنا أن نبحث المسألة من ناحية في الخارجية، من ناحية الأديان المقارنة، نرى أن الوحي في المسيحية يختلف عن الوحي في الإسلام. علماء الإسلام يقولون أنه يطعنون بالمسيحية أنه هذا كلام موجود في الإنجيل، كلام بشر، هو عيسى يتحدث، فلماذا تقول أنه وحي من الله؟ هذا مو وحي، هذا عيسى يتحدث. هو الإنجيل يقول أنه المسيح ذهب إلى منطقة فلانية والتقى بفلان جماعة وتحدث وناقش مثلا الأحبار، يعني هو صياغة واللسان نفس عيسى. فإذا هذا محرف، وهذا مو كلام الله، كلام عيسى. لكن ما يلتفتون أن المسيحيين يقولون بأن هذا كلام الله. يعني شنو؟
يعني مو كلام الله الأب، هو عيسى هو الله. في نظر المسيحيين عيسى هو الله، أحد لكن الأقانيم ليس الثلاثة. كل المسيحيين يعني لا، قاطبة المسيحيين يقولون ذلك. يقولون بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فالله هو كما الأب الابن، يعني الله يتشكل من هذه الأقانيم الثلاثة، أوجه ثلاثة، مو الثلاثة العددية، أوجه ثلاثة لله. واحدة عيسى، عيسى في روحه هو روح الله كما عندنا في القرآن. فعندما يتحدث هو الله كأنما يتحدث. فإذن هذا نوع من الوحي. الوحي على عيسى مو أنه جبرائيل نزل على عيسى، لا، هو عيسى يتحدث، يعني الله يتحدث بدون فاصلة، بدون مثلا واسطة الله وجبرائيل ومحمد مثلا. لا، هو نفس الله يتحدث. الله تجسد في مرحلة ولادة المسيح وبعثة المسيح. الله تجسد في المسيح. صار عندنا عهد قديم وزمان قديم وزمان حديث. منذ ولادة عيسى الله جاء بعصر جديد، عصر النجاة يسموه. هذا ما موجود في الإسلام. هذا ما عندنا في الإسلام عصر قديم وعصر جديد، الله تجسد في نفس محمد وكذا، لا. هذا احنا عندنا في رؤيتنا تشبه رؤية اليهودية، أنه جبرائيل نزل من الله على الأنبياء. ولهذا أنت تلاحظ إذا شوف ورقة بن نوفل عندما خديجة خبرت ورقة بن نوفل أنه قالت هذا زوجي اجى عليه وحي وصار نبي، يعني تسأل من عنده. قال لما افتهم هالقضية قال يعني أقسم أنه هذا الناموس لقد نزل على الناموس الذي نزل على موسى، ما قال على عيسى، هو مسيحي. فيقول هذا الجبرائيل، قضية جبرائيل وهذا النزول وكذا، هذه تشبه الوحي اليهودي. وطبعا هذا الوحي بالنسبة للعرفاء مستمر، يعني دائما إنسان جبرائيل ما تعطل، دائما هو يوحي إليك وإلي وكل الناس، المستمر بالوحي. لكن هناك مراتب عديدة في الوحي. النبي يعتبر أنه أعلى مرتبة من استلام الوحي، مو معناته قطع الوحي عن الآخرين. فإذا النبي والقرآن حجة من هالناحية، يعني وحي أعلى مرتبة، يعني أعلى مرتبة وصل للنبي في الناحية الإنسانية والقرب من الله والانكشاف الحقائق، هذه للنبي. بقية الإنسان، بقية البشر يجب أنه يأخذون شلون الدستور بالنسبة لبقية القوانين، يجب أن يأخذون هذا أسوة وقدوة لهم، ويراجعون النص حتى يصلحون الوحي لهم. لأن الوحي عندنا وعند كل البشر مخلوط ومشوب بالأهواء والشهوات، يعني مو واضح. أعلى درجة من الوضوح هو ما انكشف للنبي. فحتى عرفائنا أيضا يرجعون للقرآن، لكن لا يرجعون للقرآن أنه خالين فارغين، لا، عندهم معارف وحيانية، لكن يرجعون للقرآن لتصحيح المفاهيم اللي عندهم. نعم. إذا نسأل على هذا الأساس، يعني إذا القرآن صوت لا يكون كله الحجة وكلامك يؤدي إلى إلغاء القرآن، يعني كيف تكون ذلك؟ القرآن رمز، وهذا يريد يعني الاستعمار كما يقولون كثير من الناس، يعني إسقاط قدسية القرآن الكريم. يعني كلامك يؤدي إلى أن القرآن ليس اللفظ والمعنى من الله. انكشاف ليس يؤدي إلى إلغاء، صحيح كلامك، يؤدي إلى إلغاء حجية الظاهر من القرآن. هذه أيضا لأنه صار معنى وجودي، وصار يتعدد بعد تعدد المتكلمين والثقافات، فيم ليس إسقاط جوهر القرآن، وروح القرآن تبقى محفوظة. الآن اللي احنا مشكلة عندنا مع ظاهر النص. ظاهر النص علماء القدماء، علماء الأصول، الفقهاء دائما كانوا يقولون أنه الظاهر حجة، لكن الظاهر اللي لدى السني غير الظاهر لدى الشيعي. في القديم يقول الشيعي يقول أنا الظاهر هكذا
وكل الظواهر الأخرى هذه شيطانية وهذه باطلة. فنحن نقول أن الظاهر غير حجة لا يعني أنه القرآن كله مو حجة. يجب على الفقهاء وعلى المسلمين وعلى العرفاء أيضا الرجوع للقرآن لتصحيح فهمهم. القرآن يبقى دستور، لكنه دستور القيم موجودة، والتمسك بالقيم مطلوب، الإيمان مطلوب، لكن الإسقاط حجة الظواهر هذا مجبرين عليه. لأنه الآن إما أنه نلغي القرآن كله ذول علمانيين يقول نحن نذهب نستقي من العلوم الحديثة، بعد ما نحتاج القرآن بالحقوق والقانون، حتى بالأخلاق وحتى في علم النفس، كلها علوم موجودة، بعد ما نحتاج القرآن. هذه رؤية للعلمانيين، لكن في مقابلها رؤية الإسلاميين يقولون نلزم كل القرآن. الظاهر الآن احنا المشكلة عندنا مع ظاهر القرآن. كثير من ظواهر القرآن اللي تقول مثلا بالعبيد والريق والجهاد وذا مشكلة عندنا. فيجب أن نتوجه إلى محتوى القرآن. القرآن كتاب هداية مولا. شوف القرآن مو أخبار غيبية وخبر تاريخ واقتصاد، هذه إشارات موجودة في الاقتصاد في السياسة، لكن مو هذه جوهر الدين، مو هذه جوهر القرآن. القرآن كتاب هداية، يعني كل الأمور حتى اللي بها قضايا تاريخية وقضايا اقتصاد يجب أن نخضعها إلى آليات العلم الحديث حتى نفهمها بصورة صحيحة، ويبقى جوهر القرآن. هذه الرؤية اللي احنا نقول بها هي تحافظ على القرآن أفضل من رؤية الإسلاميين اللي تسمون كل الظواهر، يقولون الظواهر حجة، أو الشيعة يقولون الالتزام بالروايات الواردة عن أهل البيت. الروايات أيضا صارت قديمة، حتى الصحيحة منها ما يمكن نلتزم بها، لأنه كانت تتوافق مع أفق ذاك الزمان. الأفق التاريخ تغير، العلوم تغيرت، الإنسان تغير، يعني رغبات الإنسان وطموحات تغيرت عن السابق. فيجب أن نتعامل مع النص بهذا الاتجاه، وإذا التزمنا بهذا الاتجاه يمكن نقول أنه الدين والإسلام يبقى، يعني ننطي حياة وحيوية للدين. الدين بدون إنسان، بدون أن يتعامل مع إنسان، دين ميت، دين جامد ويمكن أن يضر الإنسان. لكن هناك يعني أحكام ثابتة، يعني لا يقبلون يعني العلماء التغيير، مثلا سواء كان مثلا في حد الزنا، أو مثلا قطع يد السارقة، أو يعني الأحكام ثابتة شاملة وصالحة لكل زمان والمكان. فكلامك يعني نحن نفهم بأن يمكن يغير كل شيء، يعني كل الأحكام. يعني أولا ماذا ينتج؟ يعني في زمان الإسلام، الصدر الأول الإسلام، عندنا القرآن غير كثير من الأحكام، لأن تغير الواقع يغير. شنو المنافاة؟ يعني جوهر الدين يبقى سالم، الأحكام قشرة للدين تتلائم مع يعني أفترض، هل يمكن النبي يأتي بقوانين المرور الآن موجودة؟ ما يمكن، لأنه ما عندهم مشكلة المرور، عندهم بغال وحمير وخيل، ما عندهم مشكلة المرور. عندما تصير مشكلة، يعني تصير سيارات ويصير ازدحام، تجي القانون هو يحل مشكلة موجودة. إذا مشكلة ما موجودة ما له معنى القانون. معنى أن الإسلام يجي ينطي مثلا قوانين الرياضة، قوانين اللي في كرة القدم إذا ما موجودة، الألعاب الرياضية ما موجودة، الأولمبيك ما موجود. عندما تجد مشكلة ذاك الوقت تيجي الحل، القانون لحل مشكلة موجودة. فالفقه كان ناظر إلى مشاكل قديمة لحل، مثل مشكلة الظهار الآن ما موجود. مشكلة الأشهر الحرم، في ذاك الزمان كان الحجاج يجون فالقريش واتفقت مع العرب وعلى القبائل العربية أنه هاي الأشهر الحج فقط لا يجوز سفك الدماء، حتى يأمنون الحجاج ويأمنون الذهاب والمجيء.
أما الآن ما له معنى للأشهر الحرم. الظهار مثل ما ذكرت لك، العبيد والرق، مثلا عشرات الآيات واردة في العبيد والجواري، الآن ما له معنى، ما له موضوع. فما له معنى أن نتمسك بالأحكام القديمة، وإذا نتمسك بها يعني يصير احنا جمود على القديم، وهذا سبب تخلفنا وتأخرنا على المجتمعات الأخرى. نحن نريد مجتمعات إسلامية متطورة مع الحفاظ على الدين والإيمان والقيم الأخلاقية. ما يمنع الإسلام، ما يمنع جوهر الدين، ما يمنع. اللي يمنع هم الفقهاء، يتصورون لأنه يهدد مصالحهم إذا تغيرت كل الأحكام وصار عندنا قوانين مدنية، بعد شنو الناس ما تحتاجهم. لكن هناك مثلا بعض الأحكام، مثلا البنك، يعني عندنا بنك إسلامي أو يسمونه إسلامي، وعندنا بنك مثلا علماني. الفرق بينها كيف تحل؟ هذه من الأمور الجديدة، المسائل المستحدثة. البنوك. البنوك هي عصب الاقتصاد في الدولة الحديثة. ما يمكن أن دولة حديثة بلا بنوك. والبنوك تقوم على الربا. هذه ما يمكن إلغائها ونسويها ربا إسلامي، مثل ما بعضهم يقول رقص إسلامي، خمر إسلامي. هذا التلاعب بالألفاظ أساسا. وفشلت الطروحات، فشلت. أنا إيران 30 سنة مليارات صرفوا حتى يسووا إسلامية، الآن رجعوا مثل الأول، أنه كل بنك مكتوب عليه أنه الفائدة كذا، إذا تخلي إيداع مليون مثلا لمدة سنة الفائدة كذا. علنا بعد، لأنه شافوا الأطروحات كلها ما صارت. أساسا يجب أن نغير الفكر. الفكر، الثقافة القديمة كانت تعتمد على الربا بين شخص وشخص، مثلا أنا وأنت. هذا محرم، هذا خلاف الأخلاق، لكن ليس مضر. الآن في الدولة الجديدة الربا مضمونا اختلف. الربا بين دولة وشعب، إلى مصلحة لكلا الطرفين. يعني هذه الأموال مو أموال الدولة، مو أموال الرئيس، أموال الشعب. فالشعب إذا كل ما يوضع أمواله إيداع في البنوك، كل ما الاقتصاد يتقوى. كل ما البنوك إذا أخذت ربا الاقتصاد يتقوى، يزدهر. فهذه ما يمكن إلغائها، يعني إلغائها يعني سقوط الدولة. هذا تصوروا أن الربا، يعني أخذوا الفكرة القديمة للربا. شخص ثري ويعطي ربا للفقير، طبعا هذا ظلم، هذا كل سنة لازم يتراكم عليه. وهذا الغني والثري كل سنة يزداد ربح. أما الآن إذا الدولة ازدادت ربح فهو خير للناس، تقدر تسوي مشاريع أكثر. فهذا هذا الربا غير ذاك. فهذا الربا جديد ومسائل جديدة وموضوع جديد، وهو حلال أساسا. الخطأ والمشكلة احنا مع الفكر القديم لدى الفقهاء، ليس مع جوهر الدين. شكرا لحضورك في الاستوديو. الله يسلمك، أهلا وسهلا. بدنا نؤذن خوشويست لذهاتنا كتاع القيم زارش من تعال قيشتر هالشعب مسر كتوبا.